ايه علاقة خلع الحجاب بالنفسية او ان البنت تبقى بتمر بأزمات نفسية فتقلع الحجاب؟ في علاقة. في علاقة. يا جماعة في علاقة. وده مش تبرير طبعا لخلع الحجاب. انا هقول بس الاسباب اللي بتخلي البنت ممكن ان هي تقلع حجابها او تتخلى عنه، وانتوا عارفين رأيي كويس في الموضوع ده، وعارفين ان انا بقول دايما ان الحجاب مش حرية شخصية، هو فرض على كل بنت مسلمة. اول حاجه هو الضغط النفسي. الضغط النفسي بيخلي التفكير مشوش. عارفين لما بتبقوا نظركم ضعيف ولابسين نظاره وتقلعوها تبقوا مش شايفين كويس؟ بالظبط، الضغط النفسي بيعمل كده على التفكير الواحد ما بيبقى مشوش، مش عارف يفكر صح، مش عارف ياخد قرار صح، فبيبقى يعني حاسس ان في ضغوط، سواء بقى ضغوط من الشغل، ضغوط من الاسره، ضغوط الحياه، بيمر بازمات نفسيه، علاقات مؤذيه، اكتئاب. كل الحاجات دي بتهز الشخصية وبتخلي الإنسان يحس بالضغط النفسي. عدم تقدير الذات برضو بيأثر على القرارات الدينية في حياة الإنسان. قرارات كتير جدا بتتهز، منها القرارات الدينية. فهي بتقلع الحجاب مش عشان هي مش بتحب ربنا، بس عشان هي بقت شخصية تايهة. الشعور ده بقى، الكلمة دي بتاخدنا ليه؟ الشعور بفقدان السيطرة. الإنسان لما بيبقى عنده ضغوط نفسية أو أزمات نفسية بيمر بيها، بيحس إنه عنده شعور إنه فقد السيطرة على حياته، فبيبدأ ياخد قرارات غلط تأثر على حياته كلها أصلا، بس هو عايز يحس أنا ماسك حاجة، أنا اللي متحكم فيها، وأولها هو المظهر الخارجي. دي اول حاجه. خليني اخدكم لحاجه بسيطه جدا، احنا كبنات كده مع بعضينا لما بنبقى متضايقين او زعلانين او حاسين ان احنا مكتئبين او كده، اول حاجه يقولك ايه؟ روحي غيري لون شعرك. تغيري لون شعرك تحسي انك انت نفسيتك ارتاحت، تقصي شعرك شويه تحسي انك انت نفسيتك احسن، تحطي شويه ميك اب تحسي انك انت احلى، تنزلي تعملي شوبينج تحسي انك انت احلى. اول حاجه بنفكر فيها كبنات المظهر الخارجي، فتلاقيها دايما طول الوقت هي عايزه تحس ان هي ماسكه زمام الامور، انا اللي متحكمه في حياتي، انا اللي خدت القرار ده مش حد تاني. طبعا برضو بياخدنا لسبب تاني، ان احيانا تلاقي ناس متدينه ولابسين حلو جدا ومش عارفه ايه، بس تصرفاتهم وحشه جدا، بس معقدين جدا، بس بيتكلموا باي كلام وبيدعوا دعوات وحشه على الشخص اللي قدامهم وما بيحبلوش الخير ولا اي حاجه، فتقولك هم دول المتدينين، هم دول اللي لابسين الحجاب، هم دول اللي بيتكلموا بالحجاب، انا مش عايزه ابقى منهم. ده سبب من الاسباب. حاجه كمان سبب برضو من الأسباب خلع الحجاب، إن البنت تبقى مجبرة عليه، والحجاب مش حرية شخصية. البنت لما بتيجي عند سن معين لازم تتحجب، بس الحجاب بيجي من الأهل بطريقة اللي هي بتحببك في الحجاب وتحسسك إنك انت لازم يعني تاخدي بفرض ربنا سبحانه وتعالى، وإنك انت ده ستر ليكي ورحمة ليكي. وأديكوا شايفين الأطفال بيحصل فيهم إيه دلوقتي، اديكم شايفين. فما بالك بقى البنت لما تبين بقى المفاتن بتاعتها وتبين جمالها وتظهره لكل الناس، شوفوا بقى هيحصل فيها ايه. اذا كان الاطفال الناس ما رحمتش الاطفال، هترحمك انتي؟ لا طبعا. وبرضو الاسباب دي انا هقولك ازاي تتغلبي عليها بكل اللي انا بقوله، بس انا هعمله في فيديو منفصل ورا ده على طول، ما تقلقوش خالص، تمام؟ انا بس بقول الاسباب مش ببرر، تاني زي التاكيد. اكتر بقى سبب شائع خالص هو ان البنت تبدا تكلم نفسها وتقول نفسها انا مش لابسه الحجاب صح، هو ده حجاب؟ ده انا بحط ميك اب، ده انا ببين شعري من الطرحه، ده انا بلبس تربون ورقبتي باينه، ده انا ببين ايديا، ده انا رجلي مش عارفه في حته منها بانت، ده انا مش عارفه ايه، انا اصلا مش لابسه الحجاب صح، وكل يعني ملوش لازمه فنقلعه، انا يعني مش هبقى مش لابسه الحجاب صح، وكمان منافقه مبينه ان كل الناس ان انا محجبه وانا اصلا مش محجبه. ده اكبر غلط واكتر غلط الناس كلها بتقع فيه، البنات كلها اللي بتقلع الحجاب بتقع فيه. ان الواحد انا منافق، انا مش حمل، ده انا ما اقدرش ان انا البس الحجاب فخلاص يلا اقلعه. فلما بقلع الحجاب مش بكتفي في بقلع الطرحه وان انا باين شعري، لا، الحجاب بقى ونص الكم والكت والفستان اللي مش عارفه ايه، بياخدنا بقى لحاجات تانية، بياخدنا لحاجات تانية، حاجات مش حلوه. طيب، والقرار اللي هي بتاخده، ثواني بس عشان الشمس دي مضايقاني، والقرار اللي البنت دي بتاخده بناء على انها شخصية منافقة ووحشة وبتضحك على نفسها وبتضحك على ربنا وان ده مش حجاب صح، القرار ده بتاخده من باب جلد الذات، مش من باب انها ما بتحبش ربنا او بتعصي اوامره، هي بتاخده من باب جلد الذات. انا شخصية وحشة، انا شخصية منافقة مع ربنا، فلا يا جماعة بصوا انا اهو انا مش بلبس حجاب صح فانا قلعت الطرحة خالص عشان ما اشوهش صورة الحجاب. لا يا جماعة، ده غلط وده مش صح.
اي حد يقدر يعمل حاجه صح يعملها، عشان محدش ضامن عمره. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ازاي نتغلب على الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي في الفيديو ده. شكرا.